ضربة حرة مباشرة للإسماعيلي. أحمد سمير وهوبا والهدف الأول. لسه بنقول الإثارة والمتعة تنتظرنا في هذا الحوار، وبالفعل الراجل أحمد سمير فرج صاحب القميص 14 يضع أول أهدافه هذا الموسم في الدوري الممتاز، ويسعد هذه الجماهير الغفيرة، هذه الجماهير العظيمة، عشاق الدراويش في كل مكان. فريق الإسماعيلي ادي اعاده للهدف، تصويبه ارضيه زحافه، الكل يقول بسيطه او يعني الكره راحه ضعيفه، لكن فيها لفه، فيها ما شافهاش الحارس، الحيطه واقفه طبعا، عملها من ورا الحيطه احمد سمير فرج، حلوه 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 ارضيه زحافه، وكمان خبطت في رجل احد اللاعبين غيرت اتجاهها تماما. ويسعد مارك فوتا بهدف صاحب القدم الاسمبي. احمد سمير وتصويبه حلوه حلوه، لكن يتالق ابو جبل، الراجل بيلعب اوفر. ادي طبعا عبد الله الشحات، ابو العلا بيسقط، ولكن صبحي على طول بضربه او بالبوكس بيشتت، تترد تاني لمحمد شعبان في ال 18 التحامات وضغط من نادي انبي وتصويبه حلوه حلوه حلوه. يا سلام، ايه الحلاوه دي، ايه الروعه دي محمد، على الطريقه الاوروبيه هنشوفها في الاعاده. ايه يا ابني الجمال ده، كان هدف هيبقى من اجمل واروع اهداف الدوري حتى الان، ولكن والله الاهداف كتيره جميله، الاهداف كتيره رائعه، ولكن القائم يتعاطف او ابو العلا تقريبا، ابو العلا لعبها جميله ارضيه، التحم طبعا صبحي مع وليد سليمان، ولكن الكارت الاصفر الثاني وطرده، خلاص مفيش كلام. الكارت الاصفر الثاني لعبد الله الشحات، وكارت احمر من نصيب النادي الاسماعيلي، وكارت احمر قد يؤثر على طريقه اداء الاسماعيلي، ونقص عددي بسبب طبعا يعني العنف الزائد اللي ممكن نقول مشروع او غير مشروع. في النهايه 2 كارت اصفر لعبد الله الشحات، والكارت ادي العاده قدامنا، عرقله لشريف رجب من الخلف، وفي النهايه طرد لعبد الله الشحات، وانذار ثاني اصفر بالكارت الاحمر طبعا. و10 لاعبين للاسماعيلي في الدقيقه 35، 10 لاعبين. حره سمير فرج، سمير ولكن فوق بليسنج بعيده، مالكش لا في التصويبات ولا ايه يا ابو حميد، تصويبه كده بليسنج بعيد تخرج الكوره بره الى ضربه وقف النتيجه. وفي النهايه المحصله طرد لعبد الله الشحات وتقدم للاسماعيلي. وليد سليمان، يا سلام، احمد عبد الظاهر، ده احمد عبد الظاهر غافله من دفاع الاسماعيلي. ادي التمريره العرضيه اتعملت جميله، معتصم سالم، وخطا دفاعي واضح من معتصم، بيلاقيها القناص احمد عبد الظاهر ليضع بيها البطاقه